ده كده كيس كيكة المج من كوكس، من احلى انواع الكيكات السريعة اللي بتخلص معاكي في دقيقتين. لما تكوني عايزة تاكلي حاجة كده حلوة ومحتاجة تعملي حاجة سريعة مفيهاش مكونات كتير، تجيبي بقى كيس كده كيك من كوكس، وتفضي بقى معاكي الكيس في اي بولة بتدخل معاكي الميكروويف. بتزودي معاكي للكيس ده معلقة كبيرة من الزيت، كله بالمعلقة المعيارية، وبتزودي عليه كمان تلت كوباية من اللبن، اللي هو عبارة عن 75 ملي لبن. مكتوب على الكيس ان انتي تستخدمي 60 ملي لبن، بس لما استخدمت 60 ملي لبن حسيت القوام تقيل شوية. 60 ملي لبن يعني ربع كوباية من اللبن بالكوب المعياري. استخدمي بقى عليه تلت كوباية من اللبن، يكون اللبن بدرجة حرارة الغرفة. مجرد ما زودتي معلقة كبيرة من الزيت وتلت كوباية من اللبن، اضربيهم كويس جدا بأي مضرب بقى سلك عندك، وده بيكون قوام الكيك، بيكون قوامه مثالي جدا. تحضيره اخد معانا دقيقة، وهتدخليه كمان الميكروويف لمدة دقيقتين، يبقى كل تحضير كده طبق الكيك القمر ده اخد معانا 3 دقايق. وبيخرج معانا بقى من الميكروويف بيكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الميزة فيه ان انتي لا بتزودي عليه بيكنج باودر ولا سكر، ولا بتزودي عليه اي اضافات غير معلقة كبيرة من الزيت وتلت كوباية من اللبن، يكون بدرجة حرارة الغرفة، وبيطلع معاكي بالجمال بقى اللي انتوا شايفينه ده. رشيت عليه شوية سكر بودرة وشوية بقى اي شوكولات شيبس عندك. وعشان بقى ايه تستمتعي كده باكل الكيك الجميلة دي، اعملي بقى جنبها كده كوباية شاي بلبن، من المشروبات اللي بحبها جدا جنب الكيكات. واجمل حاجة لما اعمل كوباية الشاي وانزل عليها كده باللبن. شايفين بقى المنظر ده المنظر ده لوحده بيسعدني جدا. فهتشوفوا معايا بقى قوام الكيك دلوقتي قد ايه الكيكة طعمها حلو وقوامها بيكون مثالي، تحسي ان انتي بتاكلي براوني كيك مش بتاكلي كيك خالص. فلو لسه مجربتيش كيك المج من كوكس، بجد جربيه هيعجبك قوي. تعالوا نشوف بقى قوام الكيك كده. نقطع كده قطعة من الكيك، شايفين بقى الجمال. طعم الكيك حلو قوي، جودة الكاكاو المستخدمة بجد عجبتني جدا. جربوا بقى كيك المج من كوكس هيعجبكم جدا، مع كوباية شاي بلبن هيعجبكم قوي.